أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم المستثمر الصغير وفي حلقة جديدة. معانا في حلقة النهاردة ضيف مهم جدا، وحلقة إن شاء الله تكون حلقة رائعة جدا عن موضوع مهم جدا، موضوع القيادة مع سيادة اللواء ياسين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أحمد، إزيك؟ قبل ما أدخل في الموضوع كده وأعرفكم شيقات ومميزات الموضوع والأبعاد يعني بتاعة الموضوع الشيقة جدا، خلينا نتعرف بسيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم، حابين نتعرف بحضرتك. أولا أنا في البداية سعيد إن أنا موجود معاك ومع شاب طموح زيك يا أحمد. شكرا. أنا اللي هو دكتور ياسين طاهر، حاليا محاضر في أكاديمية نصر العسكرية اللي هي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. لكن سابقا أو الأسبق كنت محافظ الإسماعيلية، إن شاء الله. وقبليها نائب محافظ القاهرة. لكن في الأساس أنا ضابط في القوات المسلحة، ضابط مقاتل. واخر وظيفه ليا في القوات المسلحه كنت مدير كليه الدفاع الوطني باكاديميه نصر العسكريه. دي مقدمه بس عن. طبعًا هو المقدمة كده مختصرة شوية. اتشرفنا جدًا بحضرتك. خلّينا كده نتكلم معاكم النهارده عن بعض المواضيع اللي هتكون أو المحاور اللي هتكون في البودكاست بتاعنا النهارده. أول محور عندنا اللي هو كواليس القيادة، يعني هنتعرف يعني إيه القيادة، ويعني إيه قائد، وإزاي أنا كشاب أكون قائد أو أبدأ رحلتي في القيادة. ويعني بنتكلم برضه أصعب قرار سيادة اللواء خده يعني ومَر على حضرتك، وبعض المواضيع الشيقة جدًا. يعني خلّينا كده ما نسبقش الأحداث ونبدأ بأول حاجة وبالمقدمة، وفي عنوان الحلقة بتاعة إزاي تبقى قائد تحت ضغوطات، صح حضرتك كده؟ اه خلّينا نبدأ مع حضرتك بأول يعني استفسار يعني حابب أعرفه، إيه هي القيادة؟ وممكن يعني أنا باسمع مصطلحات كتيرة زي القيادة والإدارة ويعني حاجات كده، فعايز ناخد منها معلومة كده. هو احنا عايزين بس نتفق انا وانت على حاجه، ان احنا النهارده بنتكلم على الجزء الايجابي في الشخصيه الانسانيه، ومش هنقرب لا من قريب ولا من بعيد على الامور السلبيه اللي ممكن تبقى موجوده في الشخصيه الانسانيه. احنا يهمنا قوي ان احنا نبقى مركزين على كل ما هو ايجابي جوه شخصيه الانسان. وبالتالي الشخصيات الانسانيه متعدده ولها اشكال وانماط مختلفه جدا. احدهم الشخصيه القياديه اللي حضرتك عاملها موضوع حلقتك النهارده، وده هتبقى محور قعدتنا وكلامنا النهارده. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان هي مش الوحيده المتفرده في انها تكون هي الايجابيه الوحيده في الانسان. اي الانسان اللي لا يملك سمات الشخصيه القياديه ممكن يبقى مبدع وناجح، بس في شخصية إيجابية أخرى غير يعني ممكن يبقى مدير ناجح، تمام. مش قائد ناجح بس مدير ناجح. وممكن يبقى مبدع ناجح ومبتكر ناجح، وممكن يبقى إداري ناجح وممكن يبقى مدافع ومقاتل ناجح. هل المدافع عن المبادئ أو المدافع عن حقوق وطنه وحتى مش في صورة قائد، فهو شخص ناجح وشخص إيجابي. وبالتالي عايزين نقول إن هناك تعدد للشخصيات الإنسانية الإيجابية، بس واحدة منهم اسمها الشخصية القيادية. بس أنا عايز أبقى صادق يعني معاك، هي جوهرة التاج في الشخصيات، وهي اللي على رأس الشخصيات الإيجابية هي الشخصية القيادية. صح. السبب إيه بقى؟ أن الشخصية القيادية فيها ميزة، إن معظم إيجابيات اللي موجودة في الشخصيات المتعددة اللي احنا قلناها دي كلها هتلاقيها جزء من الشخصية القيادية، إمم. هتلاقيها جزء من سمات الشخصية القيادية. مش كلها بس معظمها. أما الشخصيات الأخرى هتلاقيه متفرد في جزء معين. طيب خلّينا مثلًا نقول مثلًا إيه هي سمات الشخصية القيادية، وإيه الفرق مثلًا بين المدير والقائد؟ يعني أنا مدير أو قائد. كلام كده صح. إمم. هو أنا خلينا الأول نقول إيه سمات الشخصية القيادية. تمام. عايزين نقول إن إحنا عندنا لازم نتفق، وده اتفاق علمي، أن الشخصية القيادية بتتبني أو بتعتمد على محورين رئيسيين. الأول بتعتمد على سمات أصيلة هي هبة من الخالق سبحانه وتعالى. مفيش
مفيش دور للإنسان لا ملوش دور فيها. ولد به. هو بيولد زي بصمة الأصابع كده. يولد وهو طفل بيبان نبوغه في اتجاه معين، بيبان فيه سمات وهو طفل صغير كده ان ده في طريقه لأن يكون قائد. ممكن مثال على كده مثلا؟ بيبان قوي، بيبان الطفل في وسط أقرانه وهو صغيرين كده، متأثرين بيه، ملتفين حواليه، باين قوي ان هو بيجيد تحريكهم، بيجود بتاع، علما بان هو ما يعرفش ان اللي بيمارسه ده شكل قيادة. من اشكال ملامح القياده، وهي طالعه منه بشكل تلقائي جدا، والاخرين متاثرين بيه جدا، ورغم ان هم اقران وفي نفس السن بيبان قوي. وطبعا مع تطور السن ملامح بتبان اكتر. فاللي احنا عايزين نقوله ان ده جزء من السمات اللي هي ما يسمى بالهبه الالهيه، يجب ان تكون متوفره وموجوده. اما في جزء اخر هو جزء صناعي، جزء بيجي بشكل من اشكال الاصرار ومن صاحب الشخصيه ان هو يطور نفسه. الجزء ده اللي بيسموه الجزء المصنوع، بياخد بقى اشكال والوان هذه الصناعه. اولا دور مؤسسات التنشئه بيبقى دور رائع في هذا الموضوع. يعني ممكن المدرسه، الاسره في البدايه ممكن اسره تشوه شخصيه قياديه كانت مفروض ان هي تبقى لها مكانتها قدام، نتيجه مناخ غير طيب ومناخ غير صحيح وتربيه سلبيه جدا يشوه هذه الشخصيه. واسره اخرى تجيد الشكل التربوي في التربيه ومؤمن بهذا الموضوع، يقوم يعمل حاله من حالات الثقه للطفل ده عنده، ويسلمه للمستوى اللي بعد منه. المستوى اللي بعد منه هتلاقيها المدرسه في مدارس مؤمنه جدا بان هي دورها التربوي ودورها في التربيه ان هي تبرز ما لدى هذا، ومن خلال الانشطه ومن خلال، احنا زمان كنا في المدارس يا احمد كان عندنا انتخابات في الفصل، وكان عندنا الطلبه يبرزوا ويبقى رائد الفصل ويبان انشطه، وفي شرطه مدرسيه لسه حاليا لحد دلوقتي وموجوده. ودي كلها انشطه موجوده وبمساهمه من الساده الافاضل المعلمين وايمانهم بهذا الموضوع. تلاقي بيبان بقى ملامح مين اللي نقدر نعتمد عليه في وسط الطلبه، يعمل كذا، مين يعمل كذا، يقوم هو حتى يبدا يكتسب مزيد من الثقه في النفس. ثم المدرسه تسلم للمستوى اللي بعد منه، والمستوى الاكثر نضجا وهي مثلا المستوى الجامعي. الجامعه بقى انشطتها فيها شكل اكبر من الاعتماد على النفس، وشكل اكبر من البروز في عمليه ان هو يبان ملامح سماته اللي موجوده جواه. لكن هناك بعض المؤسسات الأخرى المحيطة وبتبدأ بدري زي الرفاق. يا سلام على الإنسان اللي ربنا مديله السمات دي، وفي نفس الوقت هو نجح ان هو يبقى مجموعة الرفاق والصحابة اللي موجودين بيشجعوه على هذا وبيأيدوه على هذا وواخدينه في الاتجاه الإيجابي. ده جزء. الأندية اللي احنا بنمارس فيها أنشطتنا ومراكز الشباب اللي موجودة عندنا لو قامت بدورها كويس وبإذن الله تقوم بدورها، تبقى جزء من هذا الموضوع. دور العبادة. معظم شبابنا ومعظم الشعب المصري عنده ميل طبيعي لناحية التدين، سواء بالنسبة للجوامع أو بالنسبة حتى لارتباطهم أخواننا المسيحيين بالكنائس. الخطاب الديني اللي جوه هذه الأماكن وأسلوب تأكيد على بعض الأمور المبادئ الأخلاقية في هذا الموضوع يعمل حالة ثقل وتعزيز للشخصية القيادية. فاللي أنا عايز أقوله لك إن السمات دي كلها بتبقى جزء ربنا مديه وجزء بيتصنع بالشكل اللي أنا بقول لك عليه. يأتي بعد كده بقى دور الشباب المؤمن بقدراته، مؤمن بإمكانياته، وهو ازاي بقى يدور على انه يعلم نفسه، يأهل نفسه، ياخد دورات، يتعلم، يقرأ، يكتسب مهارات من الآخرين
يدور على قدوة ويقتدي بيها، ويدور على نماذج ناجحة ويقرا لها كويس ويرصد مسيرتها وخطوط سيرها عشان يقتدي بهذه الأمور. هنا يبان قوي، إمم. يظهر لنا بقى ملامح الشخصية القيادية اللي وقت ما تحط في هذا الموضوع. يعني فالفرق حضرتك عايز تقول إن في معلش قاطعتك، في فرق بين الشخصية القيادية في جزئين، جزء السمات والجزء التاني اللي هو الجزء المُكتسب، يعني هنا أيوه. بينقسم معانا جزئين، جزء بيولد بيه بالفطرة، والجزء الآخر بيكتسبه سواء بقراءة أو بمدرسة أو بمُدرِّس أو بجامعة أو أيًا كان، إمم. ولكن خلّينا نقول مثلًا دلوقتي أنا عندي الجزئين، جزء المُكتسب وجزء الذي يولد به، أيهما أكبر؟ يعني مين اللي ياخد نسبة أكبر في تكوين الشخصية القيادية، هل الجزء اللي يولد به والّا الجزء إن هو يطوّر من نَفْسه؟ آه. هو بالمناسبة الجزء ده علميًا كان مُحيّر جدًا. إمم. واخد بالك؟ وده ما بنتوقفش عنده كثيرًا، لكن هو طبعًا إذا زادت نسبة الجزء الممنوح من الخالق سبحانه وتعالى، اللي هو الجزء الأصيل اللي جوّه الإنسان، وزادت مع نسبته عدد السمات اللي إحنا بنتكلم عليها، فالمهم أيسر في الجزء المتبقي. فقُلنا إحنا لو بنتكلم على الأفضل، فطبعًا كل ما البني آدم يكون أساسًا من الأول عنده العديد والعديد من السمات الأصلية الممنوحة، من أول يبقى جزء صقلها وتعزيزها أيسر وأسهل. إمم. لكن ده عشان ما نشقش على أنفسنا، لو النسبة دي أقل شوية ممكن تتعوض بالمجهود، ممكن تتعوض بالإصرار، ممكن تتعوض بالتأهيل، ممكن تتعوض بالمناخ صح. الجيد. إمم. المهم يبقى عندنا أساسيات موجودة. ممكن يهدمها، يعني إحنا بنشوف مثلًا بتلاقي شخصيات، بتلاقي على سبيل المثال على أرض الواقع بتلاقي في الابتدائي كده مثلًا زمايل مع بعض، تلاقيهم 5، 6 واحد شخص فيهم بيقودهم، ولكن لمّا بيكبر ما بيكونش هو القائد بتاعهم أو مش قائد مؤسسة أو ما يبانش عليه حاجة إن هو يكون قائد آه، منظمة أو ده، آه، فده آه. بيخلّيه إن هو لأ، ده هو حد من أهله لاحظ عليه مثلًا حتّة إن هو في شخصية قيادية، آه. يبدأ يطوّرها، يبدأ يهدمها، ده بقى اللي إحنا عايزين نوصل له. باتفق معاك تمامًا. إمم. في ناس كان ممكن تكون مبشرة جدًا مع بداياتها وبعدين انتهت في خلال الرحلة، وفي ناس عرف اللي ربنا مدّيه له وقدّر هذه المنحة الإلهية وحرسها، سواء هو بنفسه أو بالمحيطين بيه أو من خلال المؤسسات الخاصة بدولته راعته. في الآخر بنلاقي في الآخر طلع لنا قائد، إمم. طلع لنا زعيم كبير موجود. هو راعى نفسه، ربنا سبحانه وتعالى ادّى له من الأول مؤسسات حلّقت عليه وعملت له حالة الوقاية الموجودة. في الآخر بنلاقي عندنا ناس قامات موجودة وبقى قائد. وهو هنا بقى يبان الفرق بقى، هذا هو القائد. هناك شخصيات زي ما قُلنا إيجابية، لا مانع إن هي تبقى موجودة. يعني زي ما أنت قُلت مثلًا فرق في مدير ناجح. المدير الناجح مش لازم يبقى بكل سمات الشخصية، لكن يُجيد الإدارة، يُجيد توظيف الناس في أماكنها الطبيعية، يُجيد تنظيم العمل إداريًا بشكل كويس، فده يبقى مدير ناجح. ده لكن القائد له إضافات أخرى. ده بقى يخلّينا نسأل سؤال مهم جدًا، أنا إزاي أعرف هل أنا قائد أو لأ؟ يعني مش هندخل دلوقتي بقى نعرف قائد ناجح والّا لأ، أنا عايز أعرف أنا قائد والّا لأ. شوف، عايز أقول لك حاجة، هو في فيلسوف عبّر عن السؤال بتاعك ده بالضبط كده بمقولة قال: "من يريد أن يعرف قدر ما لديه من شخصية قيادية فلينظر خلفه." إمم. من يتبعه. أيوه، هل هو متبوع أم لا؟ ينظر خلفه يشوف وراه، هل هو متبوع أم لا؟ ده كانت حكمة أو وجهة نظر وهي عبارة دقيقة جدًا. عايز أعرف إن أنا شخصية قيادية والّا لأ، لازم أشوف الأول أنا أخباري إيه مع الآخرين. الآخرين بقى اللي أنا هابُص أشوف خلفي أنا متبوع، ممكن يبقوا الأسرة، ممكن يكونوا مجموعة الأصدقاء الملاصقين، ممكن يكونوا مجموعة الموظفين الصغيرين أوي المرؤوسين اللي لسه متيسرين حواليّا. إمم.
هتلاقي المجموعة دي مش بالضرورة يبقى العدد كبير، لكن باين عليهم تأثير ما لدي من هذا. وهنا بدأ يبرز علميا ما يسمى بالوعي بالذات. أول ما بحط إيدي بقى على الجزئية دي ببدأ أتبع مبدأ ما يسمى بالوعي بالذات. الوعي بالذات ده أخطر عملية ممكن الإنسان يعملها مع نفسه، عملية خطيرة جدا، وعملية آه، آه، أساسية جدا ومهمة جدا في حياة كل إنسان، ولازم كلنا نكتسبها. هي إيه الوعي بالذات؟ هي بالظبط كده واقفة مع النفس يا أحمد بإخلاص، واقفة مع النفس بدون أن أتبع مبدأ إني لا أكذب ولكني أتجمل، ما أعملهاش مع نفسي. لا، أنا لن أكذب خالص ولن أتجمل قدام نفسي. أنا دلوقتي لما بستريح لبني آدم بشكل خاص قوي ببقى أكثر صراحة قدامه، وببقى قدامه زي الكتاب المفتوح، فتتخيل أن هذا الشخص هو اللي نفسه. أنت هو نفسك. لو أنت كنت صادق ومخلص مع نفسك في الجلسة دي أو في القعدة اللي أنت هتعملها دي وهذه المصارحة، تقدر تبدأ بداية سليمة جدا في معرفة كيف أو كم قدر ما لدي من مكون الشخصية القيادية. صح. فهو البداية بقى، البداية تبدأ ده أنا مؤثر، أنا ملهم، أنا كويس، أنا في ناس بتأثر عليا، بس عندي بس بقى أنت لازم تبقى صريح، بس أنا منفعل شوية، أنا عندي حتة انفعال شوية، أنا ما بستناش الناس أسمعهم كويس، أنا كذا. أحط إيدي بقى على بعض الملاحظات اللي هشتغل على إيه؟ على إن أنا أغيرها، وإن أنا أطورها، وإن أنا أعالج السلبيات فيها. طب أنا حطيت إيدي كمان على الإيجابيات، طب ما الإيجابيات دي عايزة تكبر وعايزة تتنمى، يعني وهنا حضرتك تبقى رحلة بقى بناء الشخصية القيادية. حضرتك تقصد ان انا بمعنى اصح كده اعمل تحليل صوت لنفسي، اشوف عندي ايه غلط وعندي ايه صح، بالظبط. واشوف الغلط اللي عندي وابدا يا اما اتجنبه يا اما اصلحه. بالظبط كده. والحاجه الحلوه اللي عندي كده مثلا، يعني اعزائي المشاهدين، لو انت يعني بمعنى اصح للست اللي هو ياسين يقصده، ان انا دلوقتي مثلا انا في جزئيه معينه، في وقت من الاوقات عايز اعمل وعي بنفسي او وعي بذاتي. الوعي الذاتي. الوعي الذاتي محتاج في الوقت ده ان انا ابص لنفسي واكون صريح. صريح دي اهم ايوه حاجه. طبعا. صريح وصادق مع نفسي، اشوف عندي ايه غلط مم. وابدا اغيره او اتجنبه، صح. واشوف عندي ايه صح اقدر اطور منه. ايوه بالظبط كده. النقاط القوة اللي انت هتكتشفها بصراحة عندك، هتبقى عارف ان ده اللي هتشتغل عليه عشان تزود قدره، والسلبيات اللي انت لقيتها في تعاملك مع الاخرين ومع القيادة لازم يبقى حد ما بيتبعك. القيادة لها علاقة بالاخرين، القيادة مش جزء ذاتي. يعني انا ممكن ابقى مبتكر وانا قاعد في البيت قافل على نفسي 4 بيبان و4 حيطان ومحدش ليه دعوه وابقى بارز في الجزئيه دي، لكن عايز اقود يبقى لازم جزء كبير من نجاحي في القياده ان اكون ناجح مع الاخرين، لان هم دول اللي هاخدهم. فعشان ابقى ناجح مع الاخرين، ايه سلبياتي؟ ايه اللي انا بعمله بيعمل حاله نفور من الاخرين مني؟ هلاقيني عندي 3 4 حاجات كده، لو انا عملت حاله تعديل وتطوير فيها الامور هتبقى. يبقى اول حاجه انظر خلفي دي، يعني هل انا فعلا مؤثر؟ اصل انا ممكن اطلع مش ما عنديش الملكات دي، ما احبطش، ادور طب ايه اللي عندي وابرزه. افرض ان انا فنان، افرض ان انا بعرف اترجم افكاري على ورقه وقلم واكتب كلام افضل من غيري، يعني بالورقه والقلم اقدر اعبر عن الدنيا كلها. افرض ان انا بعرف احاور كويس، افرض ان انا وهكذا. كل شخصية من دول ممكن تصلح ان حضرتك تعيش فيها وتنميها وتعملها، لكن اذا اكتشفت ان انت عندك ملامح الشخصية القيادية زي ما انت بتقول، انت اعرف من خلال هذا الموضوع. ده بقى يخلينا نخش لسؤال تاني مهم جدا، يعني صفات القائد الناجح. يعني خلينا نقول القائد الناجح. يعني طبعا. حتى حضرتك انا لما كنت دلوقتي، يعني انا كنت هسأل السؤال بطريقة تانية، صفات القائد الحقيقي، اه ولكن انا خليتني اقول صفات القائد الناجح. اه عايز برضو اعرف الفرق بين القائد الحقيقي والقائد الناجح، وهل يعني مصطلح القائد الناجح ده، مصطلح القائد الحقيقي ده مصطلح واقعي ولا غلط؟
أنا باشوفه كتير. ما أنا عايز أقول لك هو المصطلحين بيستخدموا. أنا باميل للقائد الناجح. صح. للتعبير بتاع القائد الناجح، لأن هو كلمة القائد الحقيقي ده بيتقال على الفرق ما بين واحد بيدعي إن هو يملك مقومات القيادة وهي مش موجودة فيه، فبيبقى مش حقيقي. يعني هو مش هيوصل إن هو يبقى قائد أساسًا، وبالتالي يمكن هو ده المقصود بكلمة الحقيقي. الحقيقي اللي هو عنده الأساسيات موجودة جوّاه. وبالتالي إحنا الأول أساسًا كل كلامنا منصب اللي خلاص تأكد إن هو قائد، وبالتالي هل هو نجح والّا هو متعثّر والّا هو لسه ما خدش خطوات النجاح؟ فيبقى إحنا عايزين نقول صفات القائد أو الشخصية القيادية عمومًا يعني عشان تبقى قائد. بدايةً هاقول لك صفة وهي سمة وما لكش دخل بيها خالص، وما حدش يقدر يقول إن أنا اللي عملتها. صح. ولا حد يقدر يقول إن أنا أنا اشتغلت على نفسي عشان. ودي رقم 1. القائد لازم ربنا يكون مدّي له ما يسمى بالقبول. القبول. القبول لازم. خلّي بالك القبول ده بقى ما ينفعش إن أنا أتصنّعه، وما ينفعش إن أنا أشتغل عليه وأنمّيه. هو ربنا. هي بتبقى اللي بيسموها الكاريزما. يبقى يقول لك فلان ده عنده كاريزما. كاريزما يعني إيه؟ يعني أمّا بتشوف بني آدم وتقعد معاه شوية كده، تحس إن أنت تعرفه من زمان، إمم. وتحس إن أنت ربنا مدّيك حالة من الفتح كده بالنسبة له ومستريّح له. القائد لازم يتمتع بالصفة دي يعني. لازم يبقى عنده هذا الموضوع. و ود و و و و و و و ودي زي ما بنقول إيه، كلمة السر الحقيقية في الشخصية القيادية أو في القائد الناجح، اللي هو لمّا بتشوفه بتقول إن البداية ناس الناس مستريحة له. الناس واخدة. ودي ما بنلاقيهاش كتير، بنلاقيها في بعض الشخصيات اللي برزت وبانت ملامح القيادة فيه. ده يخلّينا نسأل سؤال مهم جدًا، إيه أكبر غلط أو إيه أكتر غلط بيُقع فيه أي قائد جديد؟ يعني إحنا دايمًا لازم ما فيش حد ما بيغلطش، آه. بس إيه أكتر غلط مثلًا أنا كقائد جديد ده أصلًا لسه في سؤال عندنا يعني إزاي أنا كشاب أبقى قائد ناجح؟ وأنا بس بالمناسبة أنا ركّزت على أول صفة آه. في الشخصية القيادية، لكن هناك صفات صفات لازم كثيرة لازم نقولها ممكن نجيبها تباعًا. لكن تمام. أنا هارُد لك على السؤال التاني. هو بُص القائد الجديد اللي هو بيمارس القيادة الجديدة لازم يخلّي باله من عدم الوقوع فيما يسمى بالنرجسية. النرجسية. آه. اللي هو حتّة الثقة في النفس، وده أحد الصفات بتاعة القائد. بتاعة القائد. صح. لازم تبقى عندك بس هي نسبتها مع بعض القيادات وخصوصًا في البدايات بتبقى نسبتها أعلى، فبتوصّله إن هو مش شايف غير نَفْسه، مش شايف غير شخص واحد هو أنا. أول ما بيصل للمرحلة دي بتبقى أكبر غلطة في حياته. ودي وقّعت دول كتير دي ووقّعت. وقّعت ناس وفصلت ناس كتير عن مرؤوسيها. إمم. يعني بعد ما كان بادئ خطواته صحيحة وملامحه بتقول إن هو قائد مبشر، ممكن يفصل و و و و و ب ب ب بهذا القدر من النرجسية. وبالتالي أنا شايف أن أحد القيادات خلّي بالك كمان بتحرمه من حاجة تانية، إن هو ما بيستفادش ب خبرات وتجارب الآخرين. هو مش شايف غير إن هو الصح، هو الأصح، هو بتاع. فبالتالي أنا شايف إن أكبر خطأ إن هو يبقى عنده النرجسية اللي أنا قُلت آه. عليها. في بقى ربط بين الثقة بالنفس، إمتى أبقى عارف أنا واثق من نفسي وإمتى أبقى عارف إن أنا نرجسي؟ هو بالمناسبة أنا عايز أقول في الحتّة دي تحديدًا، في صفات كتير وسمات كتير ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مدّيها للشخصية القيادية اللي ربنا كاتب لها إن هي تبقى شخصية قيادية بقدر، موزونة بميزان من دهب. فالثقة بالنفس ليها نسبة معتدلة، لو زادت تصل إلى مرحلة النرجسية اللي إحنا قُلنا عليها. ده حاجات كتير جدًا. الحزم، الحزم والشخصية القوية واخد بالك؟
لو زادت عن الحد يقلب دكتاتور، اه وهكذا. المرونه دي احد السمات اللي المفروض تبقى موجوده في شخص، ولكن لو زادت المرونه يفقد الهيبه، وهكذا. هتلاقي جزء كبير من الصفات اللي المفروض تبقى موجوده في الشخصيه القياديه المفروض تبقى النسبه بتاعتها بالقدر المعتدل، لان من زاد عن حده انقلب. انقلب يعني الى ضد. حضرتك تقصد فالنرجسيه هي الجزء السلبي اللي بيقع في اي غلط. اللي ممكن الانسان يقع فيها لو نسبه الثقه في النفس زادت، ده حتى كمان مش تصل القائد الى الجديد حاله بس. الغرور بقى، اه وان انا مش شايف غير نفسي، فتبدا. لكن هو بيعرفها ازاي؟ بيعرفها ان هو يبدا يحس ان هو بدا يفتقد الاخرين. اه هنا اللحظة ديت يعرف ان هو في حاجة غلط. الناس ما بتحبش الشخص النرجسي، الناس بتنفر منه، والعكس. الناس آه، آه، تتأثر جدا بالشخص اللي بياخدوا اللي رأيهم. عنده قدرة عالية على التواصل مع الآخرين والتأثير فيهم. يعني حتى معانا التواصل صفة او سمة من سمات القائد الناجح. طبعا هو مهارة التواصل. هي جزء من سمة اسمها النوع اللي هي الجزء الخاص بالصفة دي اسمها الملهم والمؤثر في الآخرين. الملهم والمؤثر في الاخرين. اه فهي دي جزء. فهو الخطأ ده او العيب ده ممكن يتلحق لو هو خد باله. يعني ممكن اثق في نفسي زياده عن اللزوم تفقدني كلام. لكن بالمناسبه قله الثقه في النفس صفه مش محموده خالص. ده تضيع. البني ادم يبقى متردد وخايف وقلقان. لا، هو لازم الامور تبقى معتدله. زي ما حضرتك قلت فهو معيار لازم القائد ولا يبقى بتبقى موزونه زي ميزان الدهب بالظبط. ولا يبقى اقل ولا يبقى اعلى. لا تزيد تقوم تجيب السلبيات، ولا تقل تقوم تجيب تفقد الانسان الصفه اساسا. طب ايه الفرق مثلا بين المدير والقائد؟ يعني انا ما احنا قلنا اللي انا عايز اقوله، المدير متميز في صفات كلها تميل في اسلوب الاداره. متميز. ما احنا قلنا ان الشخصيات الايجابيه بتبقى متميزه في بعض المجالات. يعني المدير يملك قدره على التنظيم، قدره على توجيه الاخرين، قدره على احداث حاله من حالات الانضباط في الموضوع، عنده درجه عاليه من ناحيه التاهيل والدرايه بمقتضيات المكان اللي هي التخصص الذي بيديره. فده يبقى مدير ناجح. لكن القائد بالمفهوم اللي احنا عايزين نوصل بيه بيضاف له بعض الصفات الضروريه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يعني لو شاب عايز يبدأ يبقى قائد يبدأ منين؟ زي ما قلنا بقى، بدايه الشاب اللي عايز يبقى قائد ان هو يعمل حاله الوقفه مع النفس اللي احنا قلنا عليها. يعني الاول يتاكد انه لديه هذه الصفات. لو مش عنده الصفات دي فيسيب الموضوع كده ده يدور خالص. هي ايه بقى. هو ما لقاش الصفات دي، لكن هيلاقي غيرها. ما فيش بني مش ادم شرط يبقى ربنا قائد. خلقه ما فيهوش ميزه. لازم ربنا طالما الانسان ايجابي، ما احنا قلنا هنبعد عن كل ما هو سلبي. هناك شخصيات سلبيه ما ينفعش نتكلم عنها. شخصيات انسانيه سلبيه لدرجه السلبيه بتاعتها تصل الى مرحله انها تبقى مؤذيه للاخرين. ده مالناش دعوه بيه، وده مش محل حلقتنا ولا هنشير اليهم. احنا بنتكلم كل من هو ايجابي فاحنا عايزينه، بس كل واحد في مجاله. عايز تبقى قائد لك صفات، عايز تبقى مبدع يبقى لك صفات، عايز تبقى ملهم تبقى لك صفات، عايز تبقى محاور لك صفات. يعني كل واحد ليه صفات خاصة بيه. جميل جدا. يعني احنا كده بشكل يعني ما طولناش وعرفنا يعني ايه صفات الشخصية القيادية وسمات الشخصية القيادية والفرق بين المدير والقائد وازاي انا اعرف ان انا قائد ولا لا. وعرفنا مواضيع كتيرة جدا ومواضيع مميزة جدا عن الشخصية القيادية. فلو حد عنده اي سؤال عن الشخصية القيادية لسيادة اللواء ياسين هيسيبه في كومنت. ندخل بقى نشوف يعني شخصية سيادة اللواء ياسين بتاعة القيادة، وندخل بقى كقصص حياتية وكمحافظ سابق. يعني نقدر نقول مثلا نبدأ بأول سؤال، ايه اكتر موقف أثر فيك او حسيت ان انت فيه يعني ندمت عليه؟
يعني السؤال بشكل آخر، هل في موقف معين كمحافظ أو كنائب محافظ أو كسيادة اللواء ياسين بشكل عام أخدته وندمت عليه كشخصية قيادية؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو انا لازم ابقى متفق معاك وانا يعني بتكلم معاك بمنتهى الصراحه. يعني انا مصطلح الندم ده ماهوش موجود بشكل اساسي في حياتي. انا بحاول استفيد من اي حاجه بتحصل معايا في حياتي دون ان اصل الى مرحله ما يسمى بالندم. بمعنى صح هتقصد تقول إن ان الندم مش انا هيفيد. بتخطى اي امور انا حتى ما عنديش حاله رضا عنها بنسبه او باخرى، وبعتبرها هي تنفع تبقى درس مستفاد ارتكز عليها عشان ابقى افضل في اللي بعد كده. فحته كلمه اندم عليها، لكن هي في بعض المواقف انا حسيت ان هي كان ممكن تبقى شكلها افضل. يعني بالنسبه مثلا لي انا كشخص، انا ليا تجربه سنه 2010 بعد ما خلصت القوات المسلحه، ان انا خدت قرار بان انا انزل انتخابات مجلس الشيوخ، مجلس الشعب. مجلس الشعب سنه 2010 في انتخابات 2010. 2010. آه، وكان القرار تاثرا باراء المحيطين بي بصفتي من الشخصيات العامة في المنطقة والبلد اللي أنا موجود فيها، وليا خلفية عائلة وبلد كلهم أحباء وأصدقاء، واقتنعت بوجهة النظر وخدت التجربة. بس أنا اكتشفت إن هو كان قرار كان يفضل إن أنا أديله حقه في مزيد من التمهل. اولا مجال بعيدا تماما عن اللي كنت انا بمارسه على مدار عمري كله. انا كنت رجل عسكري موجود في القوات المسلحه وليا شكل حياه معين ونمط معين، وبعدين ما يبداش اول خطوه ليا ان انا ابدا على النقيض الناحيه الثانيه، ان انا انزل في وسط الناس واتعامل معاهم من منطلق ان انا طالبهم يطلعوا الصندوق ويعملوا الكلام ده. صحيح كان في حالات ايجابيه وفي بس انا كنت شايف ان هو مجال كان لازم يدرس كويس، كان قرار لازم ادرسه اكتر من كده شويه. فده من القرارات اللي انا بعتبره قرار صعب، بس انا ما فيش ندم خالص زي ما ما بقول لك. فيش ندم. لكن هو كنت اتمنى ان هو انا كنت انا ما تدرسه تاثرش شوية قوي براي اللي حواليا وادرس هذه الخطوه اكتر شويه من ولكن علمتك، يعني دايما طبعا بتعلم. طبعا طبعا اتعلمت منه. وبالمناسبه ما بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني في حاجات كتير جدا ما خلت الموقف ده عدى بالنسبه لي. لكن على جانب اخر هناك بعض المواقف اللي لا فيها ندم ولا فيها حاجه، لكن فيها شكل من اشكال ممارسه القياده بشكل انساني. القيادة الإنسانية. يعني مثلا هقول لك نموذج. انا في يوم من الايام، ويمكن حبايبي في الاسماعيليه والناس اللي كانوا موجودين معايا فاكرين الموقف ده كويس، ان انا طلعت بنفسي ومعايا الناس ننفذ ازاله لتعدي على اراضي دوله في محيط ضاحيه مدينه الاسماعيليه. دي وقت ما كنت حضرتك لما محافظ؟ كنت محافظ اسماعيليه، تمام. وطلعت على رأس المنفذين ومعايا السيد مدير الأمن وكل الإمكانيات اللي كانت، لأن دي كانت أرض دولة وكانت مشرفة على أماكن حيوية، وحد دخل خدها غصبا يعني، وبدأ يبني فيها غرف جنب بعضها كده، وإحنا طلعنا نلحق الموضوع بدل ما يبقى يمتد ظاهرة أكثر من كده. فأذن. فأنا هقول لك إن أنا في خلال تنفيذ هذا الموقف لاحظت الامور ماشيه بشكلها الطبيعي، بس انا لاحظت ان في احنا بنطلع حاجه الناس بره الغرف عشان نعمل ازاله للمباني اللي موجوده. فانا لاحظت ان في غرف من الغرف دي طالع منه الاساس بتاعه جديد 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 جديد. جديد لنج بيلمع كده. اه. وفي بنت قاعده جنب شجره كده على جنب، وعندها حاله من الانهيار، يعني بتعيط بحرقه. اه.
وحد حواليها بيواسيها، والحاجه تقريبا اللي طلع دي انا لقطت ان هي بتاعتها. فبسرعه ندهت الناس وقلت لهم شوفوا لي ايه الموضوع. فطلع ان دي عروسه جديده متجوزه ما بقالهاش اسبوعين، ودخلت جوه الاوضتين دول حد من اللي بنى غصبا هذا الموضوع، واجر لها بعد ما بنى اجر لها الاوضتين بمبلغ معين، وهي اتجوزت فيها حتى كان جوزها مش موجود في التوقيت ده، وحاجتها بتطلع وهي ما كانتش متجوزه غير بقالها اسبوعين وما عندهاش مكان تاني. انا هقول لك ان انا يعني هو ده بقى الكلام. انا ما اقدرش ارجع الازاله، ورغم هذه الحاله الانسانيه ما ينفعش عشانها توقف. اوقف ما يسمى بانفاذ القانون واثبات قوه الدوله في هذا الموضوع، ده ارض الدوله. لكن اللي انا اقدر اقول لك ان انا عملته ان انا جبت البنت وسيتها وطمنتها وقلت لها بنتي الموضوع ده مش موجه لك انت خالص، وانت ضحيه زينا، يعني احنا دي ارض دوله بتتاخد واحنا بنرجعها، انت ضحيه. بس خلي بالك، انا بقول لك قدام الناس انت مسؤوليتي، انت جزء من مسؤوليتي، زي ما انا من مسؤوليتي ان انا ارجع ارض الدوله دي، مسؤوليتي ان انا ما اكسرش خاطرك. ورحت مدي اوامر لرئيس المركز والمدينه، يمكن هو موجود لغايه دلوقتي، قلت له بعربيتك تاخدها معاك ومعاها والدتها، تطلع بيها تسبقني على المحافظه، الحاجه بتاعتها تتحط في عربيه تانية تبعت تجيبها ما يكونش فيها تراب عشان ما تتبهدلش، وطلعوا استنوني عند المحافظه لغايه ما ارجع. اول ما رجعت بعت جبت الراجل بتاع الاسكان اللي عنده شقق الايواء العاجل بتاع المحافظه، وقلت له شوف لي شقه جاهزه دلوقتي، قال لي موجوده. قلت خصصت لها شقه اسكان ايواء عاجل من المحافظه، وراحت عليها على طول. وراحت عليها بحاجتها، وطلع رئيس مركز والمدينه بالحاجه وركبوا لها حاجه وعملها. اولا دي مش منحه مني، دي دولتها ودي فلوس بلدها، وهي بنتنا وولادنا، والقانون اتنفذ، وفي نفس الوقت ما نامتش وهي مكسوره مكسورة الخاطر. الخاطر. فيمكن انت وانت بتسالني السؤال ده جالي الخاطر ده ان هذا الموضوع ممكن يبقى في قرارات انت بتبقى متاثر عاطفيا اثناء تنفيذها، لكن الواجب بيقتضي ان انت تستمر في التنفيذ وتؤدي ما هو مطلوب منك من امور خاصه بمهمه انفاذ القانون وحاله الانضباط اللي المفروض تبقى. ليه؟ خلينا لو تسمح لي اسال سؤال يعني جه على بالي كده دلوقتي. هل في بعض من الاوقات في قرار بتفرض عليك كقائد؟ شوف عايز اقول لك حاجه، القائد لا يفرض عليه قرار لسبب ان احد سمات القرار المتخذ من القائد ان هو يبقى طالع بقناعه شديده منه. قائد لا يصدر قرار وهو مش مقتنع بيه، والا مش هينجح هذا القرار. وبالتالي عايزين نفرق ما بين ان انت تبقى منفذ، انت وانت بتمارس مهمه القياده ممكن تبقى في جزء من مهمتك منفذا لقرارات مستوى اخر، يبقى انت منفذ مش متخذ. فانت هنا بقى منفذ. والمنفذ طبقا لطبيعه الوظيفه تنفذ، الوظيفه بتقتضي هذا. لكن اذا كنت هاخد قرار فانا لازم اخد القرار وانا مقتنع بيه، ولازم اوجد اسباب هذه القناعه. فاحنا عايزين نقول مفيش قائد ومسؤول عند مستوى معين يفرض عليه قرار هو غير مقتنع بيه، لازم يبقى مقتنع بيه. ولكن هناك قرارات ما تبقاش انت مصدرها منفذا لها، انت مجرد ملاش دعوه منفذ. بقناعتك بقى. انت هنا في المكان ده وبالمهمه دي حتما لازم تبقى منفذا مطلوب منك واحد اتنين تلاته. لقرارات عشان الامور تسير وعشان الامور تاخد شكلها المنضبط الصحيح. فهنا اكون انا منفذ مش هنا متخذ، بقى مش منفذ متخذ قرار. ده بقى يعني عايزين نروح كده الجزئيه هي بعيده شويه، ولكن انا عايز اسال سؤال فضولي شويه. اول مره اتعاملت فيها مع سياده الرئيس كان شعورك ايه؟ او كنت حاسس بايه؟ سياده الرئيس اول مره اتعاملت معاه عندما طلعت حركه محافظين، وحلفت اليمين قدام سياده الرئيس كمحافظه للاسماعيليه. وهو عاده من ضمن الادبيات
هذا اليوم ان بعد ما بنحلف اليمين سياده الرئيس بيعمل لقاء مفتوح مع المسؤولين اللي اقسموا اليمين قدامه عشان يحط لهم خريطه الاداء هيبقى شكله ازاي. في اليوم ده اجتمعنا مع سياده الرئيس. اول حاجه وصلتني كرساله ان انا لقيت قدامي، وانا كنت في اليوم ده على رأس حركة المحافظين اللي صدرت، كنت رقم 1. فكنت قاعد لقيت وثيقة موجودة قدامي اسمها وثيقة تكليف. تكليف. فكان درس ان انت عشان تكلف حد يعني لازم تديله وثيقة فيها تكليفات محددة، تبقى انت عارف ان هو رايح، مش العمليه مش هوايه، ده انت عارف ان انت رايح تنفذ 1 2 3، ومعظمها مبادئ يعني. يعني من ضمن الحاجات خلي بالك من الناس الغلابه. دور على المواطن في اماكنه، ما تستناهوش لما يجي لك. دائما مراعاه لمصالح الناس مع ضروره انفاذ الشرعيه وتنفيذ القانون، ثم بعض الحاجات الخاصه بشؤون الاسماعيليه. فلكن الشعور اللي جالي وده السؤال اللي حسيته اول ما جيت، ان انا قاعد قدام انسان عارف هو عايز يعمل ايه. دي حقيقه. اكتشفت ان انا قدامي مسؤول عارف كويس قوي هو رايح فين وعايز يعمل ايه، والرؤيه واضحه قدامه مسافات ابعد مما نتخيل. بس كان في مواقف مثلا حابب تحكيها او حاجه؟ بالنسبه لايه، ما هو دي كان اول انطباع. مواقف بقى بعد كده حصلت معاك كمحافظ مش بتنساها، او يعني حاجه كده زي ما بنقول علقت في الدماغ كده، موقف معين لا هو ايجابي هو هو سلبي ايا كان. هو انا بعتبرها قدريا ومن حسن حظي كمحافظ اسماعيليه ان كان في فتره التواجد جزء كبير منها قرب من سياده الرئيس، او التواجد نتيجه ان احنا كان عندنا مشاريع على مستوى القومي بتنفذ، زي حفر قناه السويس الجديده وافتتاحها، وبعض المشروعات الاخرى التي تحمل طابع القوميه والطابع الرئيسي. وكان سياده الرئيس بيتابع هذه الامور بشكل يثير الاعجاب، يعني بشكل شبه لحظي وشبه يومي. وبالتالي احنا متواجدين دايما في نطاقه وفي رحابه وبناخد في توجيهاته. فهناك طبعا العديد من المواقف المتعدده كلها تبرز او بتؤكد هو بعض النواحي الايجابيه اللي عند سياده الرئيس في فكره. يعني مثلا سياده الرئيس من ضمن الحاجات اللي بيعتنقها ان الشيء اللي يتعمل بشكل جيد في البدايه هيبقى ويستمر، وبالتالي هتلاقيه هو في الاخر ارخص من انك تسترخص وتعمل الحاجه قليله التكلفه لكن بعد استخدام قليل. وانا شفت الكلام ده وهو بيتابع. يعني سياده الرئيس في الاسماعيليه الجديده كان بيخش يمسك مقابض الاوكر، يدوس عليها ويشوف هتطلع في ايده ولا لا، ويقول له يعني وكان يقول للمسؤولين ده لو ما استحملتش كده، ما هي بعد سنه هتطلع في ايد المستخدم، هنغيرها وهنغيرها كمان مره. طب ما احنا نجيب الاجود ونجيب الاحسن ونحطها في مكانها الطبيعي، حتى لو مكلفانا زياده شويه، لكن هي مع مر الزمن هتبقى اقل تكلفه. فانا شخصيا استفدت جدا من وجهه نظري ان دايما الانسان ما يسترخص. هتشتري يبقى اشتري الاغلى، اشتري الاجود، ما تسترخصش عشان تلاقي الجوده مستمره معاك على مدار بقيه الفتره. دي كانت من ضمن الامور اللي كنت بلاقيها عند سياده الرئيس يعني. ايه اكتر درس اتعلمته من سيادة الرئيس غير الدرس ده مثلا، او ايه اكتر حاجة استفدتها من؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه. هو طبعا سياده الرئيس التواجد جنبه دي مدرسه يعني. طبعا. وممكن يكون في مسؤولين غيري كتير
استفادوا اكتر مني كمان. لكن انا عايز اقول ان اهم حاجه يمكن انا وما لاحظت ومش موجوده عند الكثيرين، وده يمكن دي من ضمن الحاجات اللي ممكن الناس اول مره يسمعوها او حاجه. سياده الرئيس من افضل من قابلت في حياتي بيسمع الاخر، بيسمع الاخر مهارة الاستماع. جدا، يجيد الاستماع للآخرين بشكل. خلي بالك في حاجة اسمها الاستماع المخلص، إن أنت وأنت شايف اللي بيسمعك مركز ومديك كل حواسه، فبتحس بإنك لازم تطلع بمنتهى الصدق والأمانة كل اللي جواك. مم. فهو كمتلقي في التوقيت ده بيستفيد باللي بيطلع من اللي حواليه، ثم بعد كده بصفة القيادة جواه ولأنه قائد هو صاحب البتاع، ينهي الموضوع بأنه يقول بقى القرار والرأي بعد ما سمع الآخرين وعرف وجهات النظر واداهم الإحساس بهذا. هو كمان ما بيسمحش بالمقاطعة، يعني بعد ما أنا أبدأ أتكلم ما ينفعش وأنا بتكلم حد يروح قاطع عليا، لكن في نفس الوقت لما بالناس بيسمح لهم بالكلام يسمعوا كويس قوي. ودي ميزه بالمناسبه ما تلاقيهاش كتير في الناس. في حتى في علاقاتنا العاديه في حد بيبقى دايما عايز يبقى مرسل هو على طول، مش عايز يسمع. ومش عايز يعني هو ما يجيش الاستماع، وحتى لما بيسمع ما يديكش الاحساس ان هو بيسمعك باخلاص، وكانه قاعد بيفكر هو بعد انت الكلام اللي انا مش سامعه منك ده هقول لك انا ايه. هقول لك ايه. سيء جدا. لكن انا شفت شخصيه عند سياده الرئيس بي 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 حاجات من الحاجات اللي بتقرب الناس واللي اشتغلت معاه بشده من سياده الرئيس هو ان هو بيسمعهم كويس. طب يعني تحب تضيف اي حاجة؟ هو انا عايز الاضافه لو ليا ان انا اضيف، عايز اقول للشباب لازم ما تستناش مكانك لغاية ما في انتظار ما يسمى بالفرصة. الحياة دلوقتي بقت الموضوع مختلف، لازم يبقى عندك حالة من حالات المثابرة، حاول تدور. يعني يمكن أنا أحد أسباب إن أنا يمكن مش عارف ممكن أقول الكلام ده معاك ولا لأ، اتفضل. لكن أحد الأسباب اللي شجعتني إن أنا أقعد معاك وأنت تعتبر في سن أحفادي، يعني ان انا جاي لك مخصوص عشان رساله مني لكل اللي زيك وكل اللي في سنك، ان احنا بنسعد جدا ان احنا بنلاقي نماذج من الشباب مش قاعد مستني لما الحاجه تجيله لغايه عنده، وكمان يبقى ما عندوش حاله الرضا المطلوبه. لا، الشباب من اول خلاص لازم يبقى عنده حاله من الاصرار على انه يوجد هذه الفرصه ويخلقها، ويدور على كم من السمات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده فيه، يدور لغايه ما يلاقيها ويضغط على انه يزودها، وربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي عليه الباقي في انه يكلل مشوار الشباب دي بالنجاح. دي الدعوه ونصيحه لاولادنا الشباب اذا كانوا هيسمعونا يعني. ده هو ان شاء الله. يعني انا بشوف جدا يعني الشباب كتير في الفترة الحالية على عكس الماضي يعني بدأ ان هو يتغير، دي لان حقيقه. مع الوعي يعني احنا بنشوف دلوقتي مع الوعي والمنشورات اللي بتنزل والشغل والشباب، يعني بدأ ان الشباب يتحرك يعني مش زي الاول. دي حقيقه. وبعدين برضو احنا بنشوف تغيير واصبح ان في تغيير من الوقت الحالي للوقت جاي، فدايما بنشوف تغيير ونشوف برضو محتاجين. يعني النقطة الأساسية اللي احنا بنشوفها، ولو حضرتك انا عندي غلط يصحح لي، ان الشباب بيحتاج بيحتاج وعي. دي اول حاجة. والحاجة التانية ان هو يبدأ يتحرك، يعني بمعنى صح اتعلم واجرب. اتعلم واجرب، ما فيش حاجة بتيجي الا من التجربة. ما فيش حد مهما الواحد لو فضل يتعلم من غير ما ينزل للسوق وياخد خطوة مش هيتقدم ولا ده يا احمد انا هيتطور. متفق معاك تماما، ده انت دوس على جزئيه تنفع حلقه لوحدها، اللي هو ما يسمى بحته ان الشباب محتاج ان الوعي يتحرك جواه. وخلي بالك قضيه الوعي دي احد القضايا اللي
معني بيها جدا سياده الرئيس، ودائما نتكلم عنها، وبيقول لك ان تنميه الوعي ده لو وخصوصا الوعي المجتمعي اللي هو شامل كل فئات المجتمع، لو نجحنا ان احنا نرفع قدره وننمي هذا الوعي المجتمعي، احنا نقدر. ده سياده الرئيس تاني لما قال انا اقدر احارب بيكم العالم طالما انتوا وصلتوا لهذه المرحله، قدرت توصل لمرحله ان انت تفرز ما بين الصالح والطالح، وتفرز ما بين اللي عايز يضرني من اللي عايز يفيدني، وان انا اعرف الحاجه اللي بتتعمل ديت ايه الفايده منها وايه المقصود بيها. فانت حطيت ايدك على قضيه مهمه جدا. وانا بتفق معاك بالمناسبه، احنا من الناس اللي قاعدين بنرصد منسوب هذا الوعي في المجتمع المصري، لا في ارتفاع في نسبه الوعي لدى الشباب. وما شاء الله زي ما شفنا ولذلك احنا بقى طماعين شويه وبنقول هل من مزيد، وهل ممكن الشباب بتاعنا نسبته تزيد اكتر من كده؟ لكن هو طبعا في بوادر طيبه جدا. لا بنشوفه إن شاء الله يعني في تحسُّن دايمًا، وباوجه برضه رسالة لكل الشباب يعني دايمًا خلّوكم بتدوّروا وتجرّبوا. باشكر حضرتك جدًا على الحلقة الكويسة ديّة، وإن شاء الله في حلقات تانية جاية، وبرضه جميع السادة المشاهدين أي حد عنده كده جزئية معيّنة فاتتنا أو حاجة، الإنسان نسّاي برضه، فإن شاء الله في حلقات تانية كتير جاية، وفي حوار كتير جاية، ونتشرّف جدًا بحلقة حضرتك النهارده، وأنا سعيد جدًا باللقاء الجميل ده. لو حضرتك حابب تضيف أي حاجة وباشكر حضرتك جدًا. لا لا، ما فيش اضافه ولا حاجه، انا بس مستني زيك بالظبط على فروغ صبر زي ما بيقولوا نتائج هذا اللقاء لما ينزل في وسط ولاد الشباب، ونشوف مدى تاثيره يعني. إن شاء الله. شكرين يا احمد، شكرين جدا يا حبيبي. العفو، شكرًا.